السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ مشريف. النهارده هنعمل مع بعض فيديو انطلب مني، وان شاء الله اللي طلبته تشوفوا النتيجه بتاعته، ان شاء الله هتعجبك جدا. النهارده هنعمل مع بعض فيديو ازاي نحفظ النعناع بتاعنا فريش لفتره طويله جدا، وازاي كمان هقول لكم ازاي تزرعوه ويبقى عندكم طول السنه موجود. انا ده طبعا جايباه من عندي، انا زرعاه اهو، جبت لكم العود بالجدر بتاعه، وهقول لكم ازاي تزرعوه. انا عندي النعناع يعتبر طول السنه، يعني ممكن شهرين بس في السنه اللي ميبقاش موجود فيه، لكن طول السنه انا عندي النعناع موجود. وده انا قطفت اهو شويه من النعناع اللي عندي عشان اعمل لكم به الفيديو. هقول لكم ازاي تجففوه يبقى بودر كده، وازاي تحافظوا عليه فريش. انا عن نفسي لان هو موجود عندي طول الوقت، فبحتاجش ان انا احفظه، لان لما بعوز بقطف كده عودين بعودين زي ما انا عايز. بحب اجفف شويه لان انا بحب اضيفه على خلطه المحشي، بيديها طعم وريحه حلوه قوي. فهقول لكم على الطريقتين، وهقول لكم ازاي كمان تزرعوه لو انتوا اشتريتوا ولقيتوا النعناع بتاعكم فيه جدر زي ده، شايفين اهو. اهم حاجه ان الجدر بتاعي يكون عامل كده زي ما احنا شايفين، الشعيرات اللي على الجنب دي اهي. ماشي. هقول دلوقتي اول حاجه ازاي نزرعه، سهل جدا زي ما قلت لكم. هتجيبوا العود النعناع اللي هو يكون ما فيهوش مش مقروط، ويكون الساق بتاعه زي ما احنا شايفين اهو، الجدر بتاعه شايفين الشعيرات اللي فيه دي، هي دي. هتجيبي اي حاجه عندك، ممكن تكون بوله زي ديت او اي صفيحه سمنه حتى تكون عندك، وتخرميها كام خرم كده من تحت. او لو عندك العلب بتاعه الزراعه ديت بتتباع برضو، هي رخيصه مش غاليه. يا اما لو ما عندكيش، يا بوله بلاستيك زي ديت او جيركن مثلا يكون عندك، وتشقيه كده نصين، اي حاجه عندك. وقومي جايه مخرماها شويه خرمين كده من تحت. او لو انت مش هتخرمي، يبقى هقولك برضو ما ترويش كتير، عشان الارض بتاعتك اللي انت هتعمليها ما تبقاش طريه قوي او تعفن معاكي فتموت الجدر. ميزه الخروم اللي احنا بنحطها ديت، الخروم بتقوم جايه منزله الميه الزياده، فالارض بتشرب على قدها، وبقيه الميه هي بتنزل. هتجيبي كده اي حاجه اللي انت هتحطي فيها، وهتجيبي شويه تراب، وتقومي جايه حاطه الجدر بالشكل ده، يكون الجدر واصل للارضيه بتاعه الحاجه اللي انت هتزرعي فيها. وتحطي التراب مثلا لحد هنا كده، وتقومي جايه ضغطه عليه شويه، وتقومي جايه زايدها بالميه لحد التراب بتاعك ما يشرب ميه. هتشيليه كده وتحطيها على سطح البلكونه. يعني ممكن تسقيها يوم ويوم، يوم ويوم لا. ممكن تلاقي الورق ده بعد فتره دبل، لكن شويه كده هتبص تلاقي الجذور ديت عملت لك فروع تانية، نبتت كده من الجناب. وهتبص تلاقي الحاجه اللي انت زرعتيها مثلا البوله زي دي اتملت كلها جذور من النعناع، وبقى عندك نعناع موجود على طول. هتعوزي تاخدي الاستخدام بتاعك، هتقطفي كده من هنا وتسيب الجدر برضو زي ما هو، هينبت ويطلع نعناع وبيجدد، يعني كل ما بتشيلي كل ما بيجدد تاني وبيطلع ورق تاني. فديت طريقه الزراعه بتاعته سهله جدا، وتقدري تعمليها في البلكونه، ويقعد معاكي زي ما بقولك كده طول السنه. خلاص كده احنا زرعناه. هنقول بقى عايزين نجففه ازاي. لو انت هتجففيه للمحشي او انت عايزاه بودر لاي استخدام، هتجيبي النعناع زي ما هو كده، هتغسليه كويس قوي مره واتنين من الاتربه اللي فيه، وهتجيبي مثلا حته قماشه زي دي، وتقومي جايه مفرشه النعناع عليها لحد ما يشرب ميته، وتحطيه تحت مروحه او حته فيها شمس، بس ما يكونش تسيبيه فتره طويله عشان ما يغيرش لون، لحد ما ينشف خالص معاكي، وبتقومي جايه فركاه كده بين ايديكي، هيبقى معاكي بودر وهيبقى سهل جدا. دلوقتي هقولك بقى على الطريقة اللي هي ازاي يبقى معاكي فريش ويقعد معاكي فترة طويلة جدا، ممكن يقعد شهور كتير جدا في التلاجة فريش زي ما هو كده. هنجيب النعناع بتاعنا اهو زي ما انت شايفاه. اهم حاجة بس تتأكدي منه ان ما يكونش فيه حاجة مهرية، حاجة بايظة، تكون مثلا فيه حشرة صغيرة كده واقفة على الورق، عشان نبقى احنا متأكدين منه اهو. يعني حتة مثلا دبلانة زي دي هشيلها اهي كده. الورق بتاعي كله حلو. هجيب بطرمان ازاز يكون نظيف ويكون ناشف. هنعمل الحركة دي من غير ما نغسل النعناع. طبعا هتغسليه ساعة الاستخدام، هتيجي تاخدي الوحدتين اللي انت عايزاهم وتغسليهم وتستخدميهم. هنجيب النعناع بتاعنا اهوت، حبة تقطفيه ورق زي ما انت عايزة، حبة تاخدي مثلا تقسميه كده ورقايه بورقايه كده، لو انت عايزاه مثلا للشاي او اي حاجه، على حسب استخدامك اعملي. وهتجيبي ورق النعناع ده كله وتسقطيه اهو في البطرمان بالشكل ده كده اهو، وتحطيه في قلب البطرمان بتاعك اهو كله.
وتقومي جايه قافله عليه وحطاه في باب التلاجة، مفيش اكتر من كده. طبعا يستحسن يكون البطرمان مليان عشان ما يبقاش فيه مجال يدخل له هواء اهو، يكون البطرمان مليان. بس انا طبعا مش هخزنه لان انا زرعه وعندي النعناع كتير، بس انا حبيت اقول لكم الطريقه عشان في ناس طلبته مني. هنغطي البطرمان ونحطه في التلاجة بالشكل ده كده اهو، ويقعد معاكي فترة طويلة جدا جدا. تسحبي منه للشاي، تسحبي منه تاخديه مثلا تغليه كده لو حد بطنه بتوجعه ولا حاجة عافاكم الله. بيبقى الطريقة سهلة جدا. دلوقتي قلت لكم على الطريقة لو انت هتجففيه يبقى بودر او تحفظيه طول السنة او تزرعيه. اتمنى بقى ان هو يعجبكم. متنسوش لايك للفيديو. لو عندكم برضو اي استفسار ابعتولي ان شاء الله هرد عليكم، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.